يا ترى مين اكتر علامه تجاريه مسيطره على مبيعات السيارات في مصر سنه 2023 عشان توصل لحوالي 90500 سياره كاجمالي مبيعات في مصر كلها، واللي يعتبر السوق الاكبر في الشرق الاوسط للسيارات. وعشان كده هنعرف مع بعض دلوقتي حالا مين اكتر شركات كانت مسيطره على السوق في الوقت ده. في المركز العاشر تيجي شركه BYD بحجم مبيعات حوالي 3982 سياره في سنه 2023، وده مقابل 5350 سياره في سنه 2022. في المركز التاسع تيجي شركه رينو الفرنسيه بحوالي 4189 سياره في 2023، وده مقابل 5157 سياره في سنه 2022. في المركز الثامن تيجي شركه كيا الكوريه بحوالي 4734 سياره في سنه 2023، وده مقابل 8068 سياره في سنه 2022. في المركز السابع تيجي شركه هيونداي بحوالي 5420 سياره في سنه 2023، وده مقابل حجم مبيعات حوالي 10285 سياره في سنه 2022. في المركز السادس تيجي شركه سوزوكي بحوالي 5525 سياره في سنه 2023، وده مقابل حجم مبيعات 20237 سياره في سنه 2022. عشان تقدر شركه سوزوكي ان هي تسجل اكبر نسبه هبوط في المبيعات في سنه 2023 كلها بنسبه حوالي 73%. في المركز السادس تيجي شركه MG بحوالي 5692 سياره في سنه 2023، وده مقابل 11359 سياره في سنه 2022. في المركز الرابع تيجي شركه تويوتا بحوالي 7533 سياره في سنه 2023، وده مقابل حجم مبيعات حوالي 15112 سياره من نفس الشركه في سنه 2022. في المركز الثالث تيجي شركه شيفروليه بحوالي 10095 سياره في سنه 2023، وده مقابل 32544 حجم مبيعات في سنه 2022. عشان تسجل شركه شيفروليه تاني اكبر خساره في مبيعاتها السنويه وتنزل بنسبه حوالي 69% في مبيعاتها، وتنزل من المركز الاول اللي تحتله بعدها شركه نيسان. في المركز الثاني بقى تيجي شركه شيري بحوالي 10209 سياره في سنه 2023، وده مقابل 18866 سياره في سنه 2022. في المركز الاول تيجي شركه نيسان بحوالي 13612 سياره في سنه 2023، وشركه نيسان حاليا هي المتصدره السوق المصري في المبيعات بحجم استحواذ على اجمالي السوق المصري حوالي 15% تقريبا. وشركه نيسان قدرت ان هي تحقق مبيعات حوالي 24013 عربيه في سنه 2022. وبكده نقدر ناخد بالنا ان حجم المبيعات في السوق المصري انخفض بشكل كبير جدا بالنسبه لكل الشركات تقريبا، ولكن تتصدرهم في حجم الخساره في المبيعات شركه سوزوكي اولا، ثم شركه شيفروليه اللي نزلت من المركز الاول في المبيعات لحد المركز الثالث تقريبا. وبكده خلصنا فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك وبس كده يا سيدي، السلام عليكم.